اول حاجه بحب اعملها الصبح اني اشرب كوبايه شاي كده في الشمس عشان تساعد الواحد انه يصحصح شويه، لان انا دايما بقوم من النوم تعبان. ما بحبش برضو اشرب قهوه لانها بتتعبني الصبح، ما كنتش لسه فطرت كده، فالشاي لذيذ وخفيف. طيب بما ان انا قدامي نص ساعه بالظبط والمفروض اكون في الجيم، فهراجع بسرعه كده على اللي ذاكرته امبارح واحط جدول او التاسكس اللي انا عايز اخلصها النهارده. دلوقتي جه وقت الجيم، بس قبل ما اروح الجيم كنت حابب اتكلم معاكم عن حاجه مهمه جدا، وهي ازاي تنظم وقتك بين الحاجات او الانشطه اللي انت عايز تعملها، سواء كان عايز تعمل قناه على اليوتيوب، سواء كان انت بتنزل جيم، اللي هي الحاجات اللي انت ممكن تعملها في حياتك غير المذاكره، وما بين انك تذاكر وتكون ناجح في كليتك. الفكره كلها في انك تبني سيستمز تمشي عليها، دي بتسهل حياتك كتير جدا. زي مثلا فكره المذاكره، انا بستخدم حاجه اسمها ريتروسبكتيف تايم تيبل، ودي هتكلم عنها في فيديو ان شاء الله، فاتاكد انك مشترك في القناه. ريتروسبكتيف تايم تيبل ده بيديني فلكسبيليتي كبيره جدا في يومي، انا عارف ايه اللي عليا وايه اللي ورايا، وبعلم على الحاجه اللي انا خلصتها النهارده، بحيث ان انا برضو مش مقيد بالجدول الزمني التقليدي اللي كلنا بنعمله لما بنيجي نذاكر. تاني حاجه مثلا حتى الكرييتور فلو، او فكره ان انا اعمل فيديوهات على اليوتيوب، لازم يكون ليها سيستم عشان يسهل عليا ان انا مثلا هيجي لي فكره، الفكره دي بعد كده هينكتب لها سكريبت، السكريبت ده بعد كده هيتصور، الفيديو هيطلع من التصوير هيبقى عايز يتمنتج، فكل دي مراحل بيعدي بيها الفيديو قبل ما يطلع لكم هنا على القناه. فكون في سيستم ده هيسهل عليك كتير جدا، انك مش مضطر تفتح الكاميرا وخلاص انا عايز اصور فيديو فهصور فيديو. يعني دي بتبقى صعبه جدا انك تفتح الكاميرا ويجي لك نيه التصوير فتصور، دي فكره يعني. حتى لو هتصور الفيديو فهياخد منك تقريبا نص اليوم عشان تقدر تصوره. اما لو كان عندك سيستم هيسهل عليك حاجات كتير جدا. وعامل لكم مفاجاه في الفيديو ده، انا هحط لكم تمبلت الورك فلو بتاعي بتاع اليوتيوب تحت في الديسكريبشن، وبرده الريتروسبكتيف تايم تيبل بتاع المعادله. ويلا انا رايح الجيم دلوقتي وراجع لكم تاني على طول. طيب لسه راجع من الجيم دلوقتي. اهم حاجه تعملها بعد الجيم هي الوجبه اللي هتحضرها بعد الجيم، عشان الاكل هو اللي بيوريك الريزلت اللي انت عايز توصل لها. وبما ان الواحد كان الفتره اللي فاتت في الامتحانات وزنه زاد كتير، فمضطرين نعمل دايت. واحدة من الحاجات اللي أثرت فيا جدا وكان ليها دور كبير في الشخص اللي أنا عليه دلوقتي هي إني قعدت لوحدي من أول سنة في الجامعة. تجربة في أولها صعبة، لكن على الرغم من صعوبتها فهي أكتر حاجة غيرت شكل ومجرى حياتي بالكامل. اتعلمت منها حاجات كتير قوي، وإن فعلا الراحة هي عدو التطور، وإن المسؤولية هي أول خطوة للنجاح. نجاحك مرتبط بقدرتك على تحمل مسؤولية نفسك، مسؤولية حياتك بالكامل، من أبسط الحاجات لأكثرها تعقيدا. من أهم فوائد التجربة دي هي إنك هتعرف قيمة أهلك، وهتعرف إن الحياة عديمة الرحمة، وازاي اهلك كانوا بيعملوا المستحيل حرفيا عشان انت ما تحسش بصعوبة الحياة دي في طفولتك. حقيقي مهما عملت مش هتقدر توفيهم حقهم. وبعد حوالي ساعة من التسويف قررت اني اوقف نزيف الوقت ده، عشان انا كرونيك بروكراستينيتور، واخد بلوك مذاكرة كده ساعتين جد يعني، وكوباية شاي زي ما بيتقال.